ناصر الغنام، ناصر الغنام. عمي خليهم يصيرون زلم والله العظيم. حبيبي مرة ثانية كلينكس وخليهم يتعاركون هيجي او بالورقة. او ماي جاد، تدريبات اللي يطبون بيها الجيش الامريكي، ها يكفرون دينك. عندهم اسلحة متطورة كل شيء عندهم، لكن التدريب البدني تدريب مهم. نسوان وزلم يركضون كالكلاب. وكافي هاي شو اسمه الهطرزة الإعلامية، وأنت ما داخل عسكرية. العسكرية تسوي زلم غصبا، ما عليك تسوي زلم. الرعب اللي تشوفه وحق لا إله إلا الله، أنقص من الرعب إنه واحد يضربك بطلقة. يعني واحد يضربك بطلقة خلاص ما تحتى بشي بعد، خلاص بعد 10 دقائق وأنت متت يعني. أعلش هاي لا، هاي أنت تموت سلولي يعني على البطيء. هذا التعذيب النفسي تعيشه رعب. بالجيش الامريكي يشقون طيزنا يوميا الصبح حياة الله، نركض مثل الحمير، نركض لحد ما يجي. خلينا نحكي اللي تعرضت له الا بالجيش. كانوا يوقفونه بالشمس استعداد، اوكي، حركه ما نتحرك، نفس ما نتنفس، ساعه ساعتين 3 4 الدعاء يجي علينا يبتسم. فيعني كانت العقوبات لعبان نفس، مخازي، شكو شيء يلعب يكفرك بدينك مسوونه بيه. التعب والارهاق والاشياء اللي نشوفها، التدريبات يكفرك ويا المرض. لما يجي ويا المرض تكون جسمك يتاذى، هذا من بالعظام تنضرب. شاف انفلونزا مال العظام من تقعدك بالانفلونزا مال العظام ونتدرب، يعني تبكي، انا ابكي واش اسمه واتدرب، ابكي واتدرب ساعة ونص او ساعتين بدون توقف يعني، بحيث الشباب والبنات يبكون، بكي يبكون، وهذا خلني انت طالعه وهذا ما ادري شنو عنده، يجي معورهم معا. لا تليفون ماكو. احنا عندنا التليفون هي يوم الاحد، واذا هم مطونا اياه ويش على مزاجهم. 10 دقائق اول مره بحياتك تخابر، الو هاي يمه انا بالجيش الامريكي، اي يمه، طفوا الاتصال خلص. هذا المفروض 10 دقائق. شهيد، رجال شهيد مات وبطل، احسن انه ما طلع وفشل نفسه. زلمه مات رجال، تمم بالماء ولا يرضع من المكان، هذول الزلم.